ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير الهجرة إلى الحبشة، وتحت هذا الفصل أدمج رحمه الله تعالى في الذكر الهجرتين، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، هجرة أولى وهجرة ثانية. وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب من السنة 5 من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. وسبب هذه الهجرة اشتداد أذى المشركين على المسلمين، وازدياد نيلهم منهم واعتدائهم عليهم وإيذاؤهم المتواصل بهم. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لصحبه بالهجرة إلى الحبشة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله له منعه بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه أن جعل عمه أبا طالب مناصرا ومؤازرا له كما عرفنا ذلك، وبقية الناس كانوا يتعرضون لهم بالأذى الشديد والنكال والعذاب. فأذن عليه الصلاة والسلام لهم بالهجرة إلى الحبشة تعيينا، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أي أنه معروف بالعدل مشهور به. فعين عليه الصلاة والسلام لهم هذا البلد ليهاجروا إليه، وهو بلد نصارى، النجاشي وحاشيته وأهل الحبشة في ذلك الوقت نصارى على دين النصرانية، لكنه مع نصرانيته كان لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى هذا المكان تحديدا، أن يذهبوا إلى الحبشة، وبينهم وبين الحبشة ساحل، وبينهم وبين الحبشة البحر. فأرشدهم إلى الهجرة. فهاجر بعض المسلمين الهجرة الأولى، وكان عدد الرجال في الهجرة الأولى 12 رجلا و4 نسوة. كان عدد من هاجر الهجرة الأولى 4 رجال 12 رجلا و4 نسوة. وكان منهم كما ذكر المصنف عثمان رضي الله عنه، كان أول من هاجر هو وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله تعالى سبب هذه الهجرة فقال: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غرب مكة، يعني تقع عن مكة إلى جهة الغرب بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمين إلى القلزم. القلزم البحر الأحمر، القلزم البحر الأحمر، والأصل القلزم بلد على ساحل البحر، وأطلق عليه بحر القلزم نسبة إلى هذا البلد الذي على ساحله. قال: فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون رضي الله عنه أول مهاجر في سبيل الله، وهذه هجرة في سبيل الله. يترك الإنسان بيته ووطنه وبلده
ومكان نشأته ومصالحه وأعماله، كل ذلك يتركه لله وفرارا بدينه ومحافظة على دينه. فكان أول من هاجر عثمان، ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجه رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في هذا حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده غير ثابت، رواه الطبراني في معجمه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط عليه السلام، لكن الحديث غير ثابت. أما هجرة عثمان رضي الله عنه في أول من هاجر إلى الحبشة فهو ثابت، وهاجر ومعه أهله، زوجه رقية بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان كذلك ممن هاجر وممن طاله وناله الأذى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال. فأبو بكر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وفعلا خرج رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا بسبب الأذى الذي ناله من المشركين، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. ولما بلغ رضي الله عنه برك الغماد إلى جهة اليمن، وهي 5 مراحل عن مكة، لما بلغ ذلك الموضع لقي رجلا يقال له ابن الدغنة، وكان له شوكة وله منعة، وكان سيد القارة. فسأل أبا بكر رضي الله عنه عن سبب خروجه، فذكر له اشتداد أذى المشركين عليه، وأنه خرج مهاجرا فارا بدينه. فقال: كيف يخرج مثلك من مكة وأنت تعين الضعيف وتكرم الضيف؟ وأخذ يذكر له صفاته، ثم رجع به إلى مكة وأعلن أنه في جواره، وقبل المشركون ذلك، واشترطوا عليه ألا يعلن صلاته وأن يصلي داخل بيته، وقبل ذلك فصار يصلي داخل بيته زعما منهم حتى لا يفتن الناس بقراءته وتلاوته القرآن وصلاته. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه فيما بعد صار يصلي في موضع اتخذه مسجدا في فناء بيته، وكان يقرأ القرآن بصوت مسموع، فكانوا يتسللون النساء والصغار إلى قرب بيته يسمعون تلاوته الجميلة لكلام الله سبحانه وتعالى. فخاف الناس مرة ثانية، خاف المشركون على أبنائهم أن يتأثروا بتلاوة أبي بكر للقرآن، وهم يدركون أن القرآن له تأثير عجيب لمن يسمعه، تأثير عجيب للغاية لمن يسمع، فكانوا يخافون من أن يسمع أبناؤهم أو نساؤهم القرآن لأنه يؤثر جدا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يتواصون على عدم سماع القرآن ويحذرون صغارهم ونساءهم من سماع القرآن. فلما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه اشتكى المشركون إلى ابن الدغنة الذي أجار أبي بكر رضي الله عنه، وحضر إليه وذكر له شكوى المشركين منه، فقال: إما أن تترك هذا
أو أن ترد علي جواري. قال لا، أرد عليك جوارك وأنا في جوار الله عز وجل. والذين هاجروا الهجرة الأولى كما عرفنا 12 رجلا و8 نسوة، منهم وفي مقدمهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال وتبعه الناس. من المهاجرات الأول ليلى بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة، جاء في المعجم الكبير للطبراني قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا. كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، أشدهم علينا أي أذى في إسلامنا. فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري أريد أن أتوجه، فقال أين يا أم عبد الله؟ يعني إلى أين هذا الذهاب؟ فقالت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. قال صحبكم الله. قال صحبكم الله، كلمة جميلة جدا. قال صحبكم الله، كان مؤذيا لهم، لكن كأن هذا الكلام أثر فيه. يعني يخرجون من مكة يؤذون في هذا البلد لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله، ويطلبون بلدا فيه عبادة الله سبحانه وتعالى، أو يتمكنون فيه من عبادة الله بدون أن يطالهم أو ينالهم أذى. قال صحبكم الله. ثم ذهب أي عمر، فجاءني زوجي عامر ابن ربيعة فأخبرته بما رأيت. أخبرته بما رأيت، حكت له قصتها مع عمر، وقول عمر لها صحبكم الله، وهذه كلمة عجيبة من مثله في ذلك الوقت مع الأذى الذي كان ينالهم منه. فقال ترجين أن يسلم؟ قال لها زوجها عامر ابن ربيعة ترجين أن يسلم، يعني تؤملين أن يسلم؟ فقلت نعم. قلت نعم، يعني أنا أؤمل وأرجو بمثل هذا اللين الذي حصل منه أن يسلم. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قال ذلك لما رآه من عمر من شدة أذى، ولكن الهداية بيد رب العالمين، والإنسان لا يقنط. قد يكون الإنسان من أشد الناس عداوة لدين الله ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالهداية ويشرح صدره للإسلام، مع أنه قبل ذلك عدو لدود لدين الله. وإلى تاريخنا هذا يعني هناك أناس عرفوا بعداوة شديدة للإسلام، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية فتحولوا إلى أحسن حال. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدعوة الإسلامية مبذولة للجميع، حتى من يعادي الإسلام ويحارب المسلمين الدعوة مبذولة له، مبذولة للجميع. ودين الله سبحانه وتعالى يسع كل أحد. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. لماذا؟ لأنه من شدة الأذى الذي رآه من عمر قال مثل هذه الكلمة. لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدر عمر بعد هذه الحادثة، ولعل هذه بدايات ومفاتيح للدخول في الهداية. ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام وأعلنها مدوية في مكة، ولعلها تأتي معنا قصة
إسلامه رضي الله عنه العجيبة. قال: وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك. إلى هنا أنهى ما يتعلق بالهجرة الأولى، وعدد من هاجروا كما عرفنا 12 رجلا و4 نسوة، وكانوا خرجوا من مكة متسللين دون أن يشعر بهم الناس، خرجوا متسللين، منهم الماشي ومنهم الراكب، حتى وصلوا إلى ساحل البحر. وساعة وصولهم ساحل البحر كانت هناك سفينة لبعض التجار أقلتهم بنصف دينار إلى الحبشة، وخرجت قريش في طلبهم عند علمها بخروجهم، خرجوا في طلبهم، فلما وصلوا ساحل البحر لم يدركوهم، لأن الله هيأ لهم تلك السفينة ساعة وصولهم، فركبوا وهاجروا إلى الحبشة. ثم وهم في الحبشة في هذه الهجرة الأولى، حصل في مكة قصة تسببت في رجوع هؤلاء المهاجرين من الحبشة إلى مكة، إلى الوطن، إلى أرضهم، إلى بلدهم، إلى أهلهم، إلى قرابتهم. وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الكعبة ويقرأ سورة النجم، يقرأ سورة النجم، والحديث في صحيح البخاري. فلما بلغ السجدة سجد من حوله، وقد يكون سجودهم تأثرا في ذلك الوقت بسماع تلك الآيات. فلما سجد، والسجدة هي في آخر السورة، في آخر آية في السورة، فسجد وسجد من حوله إلا رجل واحد رآهم سجود واستكبر أن يسجد، فأخذ ترابا من الأرض ورفعه على جبهته وقال: أنا تكفيني هذه. لم يسجد، وإنما أخذ ترابا من الأرض ووضع عند جبهته وقال: أنا تكفيني هذه. فتعالم الناس وأشيع إشاعة كاذبة، وربما أيضا أنها مغرضة، أن أهل مكة أسلموا ووافقوا النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، وسرب هذا الخبر إلى الناس في الحبشة. ولما بلغهم فرحوا، وليس لهم أحب من مكة وبلدهم وقرابتهم، فبلغهم ذلك فرجعوا فورا إلى مكة. ولما أقبلوا على مكة بلغهم أن الأمر كما هو بل أشد، وليس هناك، فمنهم من دخل مكة وأوذي، ومنهم من رجع. وفي هذه الأثناء حصلت الهجرة الثانية إلى الحبشة.